اكيد اللي بيشوفوا الكابتن ده وبيسالوا مين ده كتير جدا. عموما انا دورت ونعكشت كده وجبت لكم بعض المعلومات عنه. الكابتن ده اسمه نويل روبنسون وجنسيته الماني، وهو طبعا واحد من اشهر التيك توكرز في العالم، بدليل انك اول ما بتشوفه بتعرفه على طول. نويل من كام يوم صور فيديو في طيارة وكتب عليه أهل مصر جاهزين؟ من وقتها والدنيا ما سكتتش، ناس شافت إنه طبيعي إن مصر تختاره للترويج للسياحة، وخصوصا المتحف المصري الجديد لأنه عنده ملايين من المتابعين، وناس تانية شايفة إن قيمة المتحف المصري وتراثه ومساحته والخدمات اللي فيه مش موجودة في أي متحف تاني في العالم، ده كفاية جدا، وإن مين ده عشان يروج لمصر أصلا. وناس تالتة ما كانتش مع دول ولا دول، لكنهم كانوا بيسألوا مين ده؟ نويل روبنسون مواليد 96، واول فيديو صوره كان في 2022، واكونت التيك توك بتاعه فيه اكتر من 30 مليون متابع. جايز يكون سبب من اسباب شهرته انه بيرقص على اشهر الاغاني الشعبيه لكل بلد بيزورها، وده ذكاء منه اكيد، وعشان كده مش غريب ان الفيديو الواحد له على تيك توك بيوصل لاكتر بكتير من 10 مليون و20 مليون و30 مليون فيو زي ما حصل في كتير من فيديوهاته. طبعا منى الشاذلي هتستضيفه في برنامجها، ونشرت بالفعل برومو الحلقه وهي بترقص معاه، وكان واضح جدا تفاعل الجمهور معاهم. ده محتوى زيه زي ياسين جانكيز، واللي بالمناسبه عمل معاه فيديو برضه لما زار تركيا، وبالمناسبه هو ما زارش مصر وتركيا بس، لكنه زار البرازيل والمغرب وغيرها من الدول. زياره نويل لمصر مش صدفه، هو جاي يروج للسياحه، وسياحه يعني ارقام وفلوس مطلوب مننا ان احنا نحققها كل سنه. جميل، لكن هل دي انسب طريقه نحقق بيها الارقام دي؟ في حكايه افتكرتها دلوقتي قبل التصوير على طول، كانت بين الأديب عباس محمود العقاد وشكوكو، محمود شكوكو الفنان المصري الراحل. صحفي كان بيسأل العقاد بيقول له ايه رأيك في شكوكو؟ فالعقاد قال مين شكوكو اصلا؟ انا ما اعرفوش. فلما شكوكو عرف بالكلام ده زعل جدا وقال خلاص خلوا العقاد ينزل ميدان التحرير وانا كمان هنزل قصاده، وهو يقف على رصيف وانا هقف على الرصيف التاني، ونشوف مين فينا الناس هتتلم عليه اكتر. فلما العقاد وصلوا الكلام ده قال لهم لا، خلوا شكوكو يقف على رصيف ورقاصة تقف على الرصيف التاني، ونشوف الناس هتتلم على مين اكتر. فكرة الارقام فكرة ملعبكة، يعني ممكن حد يشوف ان هو عشان عنده ارقام ده مش دليل انه عنده قيمة او عنده فاليو. في ناس تانية بتشوف انه لا، ما دام عنده ارقام يبقى نجيبه يروج للسياحة، الناس تشوفه، ناس كتير تعرف عن مصر ومعالمها. دي وجهة نظر ودي وجهة نظر، ما فيهمش حاجة صح 100% وما فيهمش حاجة غلط 100%، لكنك في النهاية حر انك تكون وجهة النظر الخاصة بيك. أنا عمرو العزالي، وده كان فيديو سريع من آخر مترو.